قلت لكم كما كان مقررا، لأنه لم يكن بالإمكان السماح للخضر ببلوغ النصف النهائي، لم يكن بالإمكان السماح للخضر بمواجهة المنتخب المنظم في هذه البطولة، لم يكن بالإمكان السماح للخضر بالتتويج بلقب كأس إفريقيا 2025. كنا نعلم ذلك، ولكن هذا لا يبرر كلية الخسارة، لأنه المنتخب النيجيري الفائز ب 2-0 كان أفضل، كان أقوى فنيا وتكتيكيا وبدنيا بالدرجة الأولى. زاد من نرفزة اللاعبين وزاد من تعقيد الأمور حكم المباراة الله يسامحه. مع بداية المباراة بدأ في إخراج البطاقات الصفراء، وبدأ أيضا بالإنذارات الشفوية للاعبين، وبدأ الصراخ في وجوه اللاعبين، لدرجة أن بيتكوفيتش لأول مرة نشاهده يغضب ويكشر وتغيب عنه التبسيمة والضحكة، فبدا منزعجا من قرارة الحكم. واللاعبين أيضا فوق أرضية الميدان انزعجوا من قرارة الحكم، خاصة بعد اللغط الذي أثير حول تعيين الحكام قبيل مباريات الربع النهائي. المهم أنه تأهل نيجيريا كان مستحق، خروجنا كان متوقع ومنتظر ومخطط له، الحكم أيضا لعب لعبته. هذه أمور أساسية في هذه المباراة.